برضو ما عجبنيش، يعني انا مش هكرره تاني. هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال. في الفيديو ده هقول لك تجربتي مع مزيلات العرق اللي انا جربتها في الصيف، وايه اللي عجبني هكرره وايه اللي ما عجبنيش مش هكرره تاني. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. اول واحد معايا يا بنات وهو ده بوديليشس. ده يا بنات مضاد تعرق مش مزيل لرائحه العرق. يعني ايه؟ يعني بيمنعك تعرقي مش بيمنع ريحه العرق، في فرق. فده بيمنعك ان انت تعرقي. انا جربت منه ده بالفانيليا، تحفه يا بنات، ريحته خطيره. وفي منه كمان روايح تانية، انا برضو هحط لكم الصور بتاعتها. لكن ده الوحيد اللي انا جربته. اول حاجه هو عجبني جدا لانه بيفضل معاكي لمده تقريبا يوم او اكتر. طبعا هو اخر كل حاجه معانا هي يوم، وبعد كده بنغسله. تفضل ريحتك حلوه طول اليوم. ده بقى يا بنات ارشحهولك، وحلو جدا جدا ليوم طويل. لو انت مسافره ليك يوم طويل قوي بره البيت فده هينقذك، حلو جدا. سمعت بقى بنات ان هو غمق لهم الاندر ارم. انا بصراحه ما لاحظتش كده لان انا مش بستخدمه باستمرار، انا بستخدمه في اليوم اللي بيكون عندي طويل بس، لكن غير كده انا مش بستخدمه. فعشان كده انا ما لاحظتش منه اي اسمرار او من منطقه الاندر ارم غمقت. انا بقول لك لو انت عايزه تجيبيه لمشوار طويل وراكي وقت طويل هتقضيه بره البيت فده هرشحهولك وبقوه، حلو قوي. انا بصراحه كان معايا حلو، لكن الاستخدام اليومي بصراحه ما انصحكيش بيه عشان ممكن فعلا يغمق. هو غمق الاندر ارم لبنات تانية، فانا مش عارفه بصراحه مع الاستمرار والاستخدام اليومي هيغمق ولا لا. فانت هاتيه، هو سعره حلو جدا تقريبا ب50 جنيه. فلو انت عايزه حاجه تقضي معاكي يوم طويل في الصيف مش هتشم اي ريحه عرق فده رشحهولك، حلو قوي. وبرده هو موجود على بي مارت، وهحط لك برومو كود ده هيديكي الجفت مع الاوردر. تاني نوع يا بنات هو دراكون. انا جربت الاتنين دول من دراكون، الازرق والاخضر. بامانه ما عجبنيش خالص، مش هينفع معاكي ابدا في الصيف. ده يعني اخره معاكي في الشتاء كصيف بقى وحر وعرق فرهضه، ده اخره معاكي في البيت. برضه ما عجبنيش، يعني انا مش هكرره تاني. ده حاسه ان هو ملوش لازمه خالص. ده يعني ريحته ممكن تكون ريحته احلى، وممكن تكون يعني حمايته اعلى شويه من ده، لكن طبعا الاتنين حمايتهم مش حلوه. الازرق ده كريحه ريحته حلوه، ده برضو ريحته حلوه بس ريحه ضعيفه قوي، يعني الريحه اللي فيه تكاد تكون منعدمه. يعني لو انت لسه ما جبتيش فحاسه مش هيبقى حلو معاكي في الصيف خالص. ممكن لو عايزه تجربيه في الشتاء. ده تجربتي معاه. ده بقى السبراي بتاع دوف، ده بالرمان، ده ريحته تحفه، ريحته حلوه قوي يا بنات. انا برضو جربته اليوم طويل كان حلو معايا، بس يعني الريحه ممكن ما تفضلش معاكي لاخر اليوم. ده كمان يا بنات مضاد تعرق زي اول واحد، ده يمنعك ان انت تعرقي، فده حلو برضو. حسيته ان هو ممكن ما يبقاش قوي قوي واحده مثلا بتروح الجيم، لكن هو في الصيف هيبقى حلو معاكي. بتروحي الجامعه بتروحي شغل هيبقى حلو، بس لو انت من النوع اللي بتعرقي اوفر مش هيكون مناسب قوي معاكي. اخر نوع يا بنات جربته هو النوع ده من ماي واي، هو سبرينج ده من ماي واي، تحفه. رغم ان هو سعره رخيص، هو تقريبا يعني اقصى حاجه هتلاقيه ب30 او 35 جنيه، بس بجد حلو جدا. هو بيكون كريمي شبه الكريم كده بالظبط. بصوا بيبقى شبه الكريم، وريحته طبعا ريحته هايله. المسك الابيض ريحته تحفه وريحته هاديه قوي. لو انتوا بتحبوا المسك الابيض ده هيعجبكم قوي. في طبعا منه جربت انواع منه كتير، في بالزبادي وفي بالزبادي والخيار. برضو الزبادي والخيار حلو، بس ده هادي. لو انتوا عايزين حاجه هاديه ده هيعجبكم جدا، وحاجه كده على قد الايد، سعرها اقتصادي وفي نفس الوقت حمايتها تحفه. ده بيقعد باليوم، فده طبعا هينفعك في الشغل في الجامعه في الدروس، هيبقى حلو قوي معاكي. وطبعا ده كررته كتير قوي وهرجع اكرره تاني. يا بنات كانت تجربتي مع مزيلات العرق اللي انا جربتها في الصيف ورأيي فيها، ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو حاجه بسيطه. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بنزله.